اهلا بكم يا جماعه في تكمله لقصه امريكا. شفت اغلبكم في التعليقات قاعد تقولوا كمل كمل يعني، فقلت خلاص نكمل لكم. هي الفقره هذه في نيويورك يا جماعه، فكمل من اخر مره. رجعت السعوديه بعد ما سبت اختي يعني، وجت امي قالت لي خالد حترجع امريكا، وانا مصدوم. قلت كيف صديق كلام. كذا انقبلت في جامعه الملك عبد العزيز وخلاص اموري بتمشي يعني تمام. فجاه تقول لي لا روح امريكا خلاص. وقلت لها مو على اساس خلاص طلع ما اقدر ادرس هناك، ما ينفع غير ان اكون محرم، ما ينفع ادرس. قامت امي قالت لقيت لك جلitch، في جلitch في النظام. ايش الجلitch يا جماعه؟ هو اني اروح اسجل في معهد على حسابي واقعد ادرس، وبعدين اقدم على اني محرم وبدرس كمان عشان يحطوني يعني في البعثه ويصرفوا علي وكل ذا. فهي لقت الجليتش ده وخلاص قال خلاص سجلناك في جامعه في نيويورك علشان يعني طياره واحده على طول، ما تقعد تنطنط في الطيارات وتتعب وزي كذا. كانوا مدلعيني صراحه يعني. قالت يلا يا باش مهندس لم عفشك وانقلع من هنا مع السلامه لا عاد اشوفك. فاخذت عفشي لميته طبعا يعني بعد صراع طويل. يا امي ما ابغى اروح وما ادري ايه وكذا. وانا صراحه قلت لكم كنت مجرد جيمر يبغى يقعد في البيت ويلعب العاب سوني وخلاص، هذا حدي، ما ابغى اسافر ولا الكلام ذا. فكنت مدلع شويتين يعني، بس شويتين مو كثير، لا شويتين. عموما اختصر الموضوع، رحت في الاخير ووصلت للمعهد. هذه المره يا جماعه كان في الشتاء، انا اول قلت لكم كان في الصيف، هذه وصلت كان قاعده بكم شهر، خلاص دخل علينا الشتاء. ونزلت من المطار وطلعت، فتح علي الباب والبرد اللي جاني مو طبيعي، هوا بارد. اول مره في حياتي اشوف ثلج. وهنا الصراحه يا جماعه انا انبهرت، قلت الله ثلج مزعج، استغفر الله. الوضع كان حلو لمده كم ثانيه، بعد كذا خلاص صار اللي خلاص مره برد، وكل شويه تتزحلق. اللي يجيك في نوع ثلج كذا يجيك في الاسفلت اللي يدعس عليه الكفرات كذا، وبعدين يصير كانه لزج شويه فيزحلق، يا بس تحط رجلك عليه تسوي دبل كيك على طول. فلقيت لي تاكسي ويوديني عند المعهد اللي في نيويورك، فرحت لهناك وجاء كذا استقبلوني وقالوا لي لو معفشك وروح اطلع غرفتك، في غرفه لي يعني. هنا اول صدمه لي كمان من يوم ما رحت هناك، الحمامات مشتركه للدور كامل. يس يا جماعة يس، أنا أبغى أروح حمام حروح أشاركها مع الدور كامل، ما في حمام يعني مخصوص لي في الغرفة وزي كذا. السكن اللي أخذناه في ألاباما مع أختي كان فيه حمامين كمان، هذا كان حتى ما أقدر أسميه غرفة السواقين يا عمي، والله كان أصغر من كذا. فلميت عفشي وظبطت وضعي وظبطت الغرفة، وحتى ما أقدر أسميه ظبطت الغرفة، أنا بس جيت فتحت الشنطة جبت اللابتوب وقاعد أتفرج أنمي صراحة يعني. بس كان لسه باقي يمكن صراحة ماني فاكر، كان باقي كذا كم أسبوع عشان يبدأ الترم أو شيء زي كذا. مجموع الوقت اللي قعدته في المعهد ده يا جماعة 2 days، يومين. اول يوم كانت عبارة عن الصدمة انه الغرفة مرة صغيرة، اوكي بس عادي يعني ما فيها مشكلة نتأقلم. ثاني شيء الحمام مشترك مع الدور كامل، يا ساتر. وهنا بدأ الوضع يعني خلاص يعني كيف اقول يترسخ في دماغي ان انا في غربة، انا لحالي ما حد معايا، احتاج مساعده ولا شيء بالطقاق دبر عمرك. هذه اول مره تجيني في حياتي الشعور ذا. فهذا اول يوم. ثاني يوم يا جماعه قرروا لسبب ما في هذا اليوم انه خليج جاء، يلا خلينا نسوي التجربه حقت الحريق اللي يسموه فاير دريل، اللي فجاه كذا وانا قاعد في الغرفه في حريق انذار حريق طلع وصوته عالي، قسم بالله يدخل في الدماغ، عشان لو تكون نايم ولا حاجه تصحى غصبا عنك. فاطلع برا الغرفه الاقي الكل قاعد يطلع وبينزل من الدرج. طبعا في مصعد بك، لكن مع الحرايق يقولوا تستخدموا المصعد لازم الدرج، والدرج حقهم ما شاء الله يا جماعه واضح انه مهيأ لليبرون جيمس، كل درجه ودرجه مسافه، درج كبير. بس النزول سهل اكيد، نزلت يعني كذا، اعتقد انا كنت في الدور الثاني او شيء زي كذا، فنزلت واموري تمام. والاقي الناس كلها برا وكلهم قاعدين يقولوا له انه هذا بس تجربه يعني لا تخافوا، بس بنحاول يعني نجرب كذا نشوف عشان في حال لا يصير من جد حريقه نكون متجهزين والكلام ذا. وانا الله يلعن شك قلبي طاح يا عمي، قلت انا من ثاني يوم في امريكا حموت، استغفر الله العظيم. فقالوا خلاص يلا لما لا تشيلوا هم ارجعوا لغرفكم. طيب يلا بس ابغى افك المصعد. لا المصعد قفلناه، اطلع بالدرج. يا حيوانات. فبطلع بالدرج والدرج كبير اللي حرفيا كذا ما ادري ارفع رجلي، تسلق، كان قاعد يتسلق جبل يا شيخ. واوصل للغرفه، اول ما اوصل للغرفه امي تدق علي، وانا نفسي راح، مو بس راح ما بعد اللي راح برد. وطلعت درج دورين ودرج كبير، وامي اتصلت علي وانا رديت عليها، هي تقول لي الو، وانا ايه يا ماما، وهي على طول يا لهوي ولدي حصل
ما انسى هذه. قاعد تصيح ولدي لا خلاص ارجع. اقول له لا بس طيب طلعت الدرج كانوا بيسووا حريق ومحاريق وكذاك وحريق يا لهوي. يا امي خلاص بس كانوا بيجربوا فاير دريل. اتس كولد فاير دريل. ابو ريا ان انا بتعلم حاجات في امريكا. اتس كولد فاير دريل مام بعد ثاني يوم ذا قلت يا رجال بلا في المعهد المعفن ذا خلينا ندبر لنا اي معهد ثاني. وسحبت نفسي ورحت لألاباما. رجعت لاختي لألاباما هناك. كانت هناك هي خلاص خلصت المعهد ومستعده للنقل. فقلت خليني اروح يعني علشان افك نفسي من الهبل اللي صار لي بشويتين. احد يسوي لي تجربه حريق اول ما اجي. لا يا حبيبي مع السلامه ما ابغى سيبني انحرق. بروح ألاباما. استغفر الله العظيم. فرحت لألاباما وعشان اساعد اختي يعني في النقل وقلت لها خلاص خلينا مع بعض ما تسيبنيش لحالي بليز. لمينا العفش وكل حاجه وسبنا السكن يا جماعه اللي في ألاباما. فاكرين قلت لكم في الفيديو اللي فات انه السكن كان باسمي انا. حطيته باسمي انا. اعتقد كان في مبلغ لازم ندفعه. ما ادري هل هو حق شهر يعني يمكن ايجار شهر زياده ولا شيء. عموما احنا فقعنا وما دفعناه. ودحين يمكن انا مطلوب في ألاباما. لو رحت هناك حطيت رجل هناك حنسجن على طول. فلمينا الدنيا ورحنا الى نيويورك مرة اخرى يا جماعة. كنا حايسين في السكن فاللي لقيناه هو موتيل. هذا اللي تلاقيه لما تمسك خط حق اللي تقعد فيه يوم بس تريح وبعدين تكمل الخط تبعك. فعادة الناس تروح هناك تقعد ليلة بالكثير. ليلة وخلاص بس حقة النوم كذا ويلا كمل طريقي. احنا قعدنا شهر يا جماعة. قعدنا في الموتيل ذاك. حتى اللي هناك استغربوا انتوا حتقعدوا لين متى نقلع انت وياه خلاص. والله عشان كان رخيص كمان يعني ما نقدر ناخذ هوتيل. كنا طلاب وحالتنا حاله والحمد لله يعني. بس كان رخيص جدا. حتى هناك جربنا لاول مره التشاينيز فود اللي دائما يجيبوه في المسلسلات الامريكيه. ليتس اوردر تشاينيز فود مان. جبناه والفورتشن كوكي. هذه الكوكي البسكوت حقهم اللي تفتحه تلاقي ورقه يجيب لك قال لك حظك اليوم. فتحته لقيته فاضي. حظي واضح انه كان مره كويس. فاحنا قاعدين في الموتيل هذا يا جماعه انا واختي. كنا بنروح نظبط امورنا في الجامعه وكمان في نفس الوقت نقعد ندور على سكن. اللي سكن خلاص سكن اللي حنقعد فيه تماما. فكل شوي كنت اروح الجامعه عشان اضبط اوراقي وكذا. وحتى اختي كمان كانت تضبط اوراقها هناك. وبعدين لما نخلص من الجامعه ناخذ تاكسي ونروح. تقول لي كلمت احد لقينا في يعني سكن ممكن نروح نشوفه من الجامعه على طول على هناك نشوف السكن كويس ولا لا وزي كذا. فكانت حوسه شويتين. عشان بس تكونوا فاهمين التكاسي هناك في امريكا في ذاك الزمن على الاقل يعني ذاك الوقت. اعتقد دحين في اوبر الوضع اهون. اول في ذاك الوقت كان يمكن 2014 التكاسي بالجوال. تتصل على رقم تقول لهم هاي اي نيد تاكسي ام ات ذا مدري ايش كذا وتديهم العنوان ويجوك على طول بالضبط في مكان. في يوم اتصلت على التاكسي قلت له ابغى اروح الجامعه كالعاده. هذا كان يمكن ما ادري اليوم ما ادري كم. بس كان الوضع شويه الجو وضعه غريب. اللي مره كان برد ذاك اليوم لكن الاجواء كانت صافيه والدنيا تمام. وداني الجامعه ودخلت الاداره. خلصت اموري وتسجيلات وما ادري وكملت الباقي الا خلاص. قلت خلاص امور تمام ما ادري اطلع من الجامعه. قلت خليني اطلع واتصل على التاكسي. الا طلعت ولقيت كل شيء قدامي ابيض. ابيض فابيض ما تشوف اي حاجه. هذه كانت اول تجربه لي للعاصفه الثلجيه يا جماعه. كانت في عاصفه ثلجيه وانا اتنكبت. اتصلت على التاكسي قلت له نحتاج تاكسي في الجامعه الفلانيه عند المدخل الفلاني. يقول لك مع نفسك يا كابتن شايف الإعصار والله ما نجيك. اقول له يا كلب فين المكافحه للمال. تعال اديك 5 سنت زياده اي شيء. بحاول اكاشره ولا شيء ما ادري. متنكب حرفيا انا لحالي قاعد في الجامعه وفي عاصفة ثلجية. وهنا يا جماعة يعني من جد حسيت انه ربي حماني. في امريكا في طول ذا الوقت ما قبلت ولا يعني حتى ما بقول بس سعودي عربي بشكل عام ما قبلت احد عربي. في ذا اليوم بالذات الاقي واحد راح الاداره سعودي كمان مو بس عربي سعودي. حسيت بشعور الباكستانيين والهنود اللي عندنا اللي لما يشوف واحد هندي يقول قلت انا زي كذا دحين. على طول مسكت فيه. تعال يا حبيبي احنا حبايب من اول. احنا جيران يا باشا. الله يذكره بالخير بني ادم ذا. شفت بعد اليوم ذاك ما شفته تاني طول حياتي. جاء كذا انقذني وسلموا لي كذا عارف ما شفته تاني. كان معاه سياره واموره تمام. كان قيده يعني اللي زي مضبط وضعه في امريكا خلاص قيده لقى سكن وزي كذا ومعاه سياره. فقلت له والله يا باشا انا متنكب
بليز وديني عند الموتيل. قام قال لي مع نفسك يا باشا، انت شايف العاصفه الثلجيه اللي ورايا دي؟ والله لا امزح، الرجال ما قصر والله، الله يذكره بالخير ويوفقه محل مكان ان شاء الله دنيا واخره. وصراحه انقذتني اذا بسبب ما شايف الفيديو ذا، ثانك يو ماي بوي. بكل سهوله كان يمديه يقول والله فالحمد لله الدنيا مشيت ولقينا سكن وطلعنا من الموتيل. خلاص ما صدقوا الناس قاعدوا يفرحوا ويرقصوا، اخيرا طلعوا خلاص. واختي سجلت ماجستير في الجامعه اللي احنا رحناها، وانا دخلت المعهد علشان الجلتش يعني يزبط معايا وكمل، والحمد لله كملنا وصرت صرت مبتعث، محرم مبتعث. لكن فجأة يجيني تليفون يقول لي هلو كالي تالال ماريو. اقول له ايوه مين معايا؟ يقول لي احنا المعهد الاولاني اللي انت جيت هنا وبهدلناك كذا كذا. يقول لي ايوه كذا كذا، قال لي اللي بهدلناك هذا هو. قال لي فينك يا هو، الترم بدأ ولا شفناك حضرت كلاس واحد يا شيخ ولا اي حاجة. يقول له اوه ما باد forgot about it. قلت لهم اني ترى كنسلت الدنيا وما بكمل وزي كذا. قال لي طب تعال لازم تيجي وتقدم، يعني تقدم عندنا ان انت بتمشي ولا بعدين تعرف يعني عشان الفيزا وما فيزا عشان ما يكون في سواقه. يقولوا ان انا رحت سجلت كاني دارس ورحت شردت يعني عشان اشتغل في محل تاكوز ولا حاجه، تعرف الموال ذا يعني، عارف ميك ات ان امريكا مع حركات المكسيكان ذولي. فشفت المكان اللي احنا فيه حاليا والمكان اللي كان فيه المعهد، بعيد صح والله. نيويورك مرة كبيرة يا جماعة. اضطريت يعني كيف اقول لكم اخذ قطارين عشان اوصل لمنهاتن. لكن حجيكم للفقرة ذي، بس بقول لكم يعني انه لازم اخذ قطارين عشان اوصل لمنهاتن اول، بعدين اعتقد اخذ سبوي هناك. لا معلش لازم امشي مسافة في منهاتن لما اوصل لسبوي، وبعدين لما اوصل للسبوي اوصل للمنطقة القريبة من المعهد هناك. وهنا أول مرة برضو أشوف منهاتن. يا جماعة ما أقدر كيف أشرح لكم الشعور. هحاول أشرحه. يعني تخيلوا كذا أنتوا قاعدين راكبين قطار وماشيين وشايفين الدنيا والعالم والناس والمحلات والقطار الثاني يدخلك على نفق والدنيا ضلمة ورعب، تقول إيش فيه. أنا فين دخلت فجأة؟ كنت قاعد أشوف طبيعة وشجر وخضار، وفجأة أسود في أسود ماني شايف أي حاجة. بعدين أطلع من القطار ووضع كذا صراحة كان مو نظيف، مقرف السبوي تبع منهاتن. عموما طلعت، واول ما طلعت من محطة القطار شوف العالم قدامك، البنايات الطويلة والناس تمشي، يا مرة زحمة هناك، ناس كثار. صراحة كان كذا اللي انبهرت ل5 ثواني بس، بعد كذا خلاص طز. لا والله استغفر الله، صراحة كنت منبهر طول الوقت. اللي حتى مع اني انا قلت لكم انا كنت ما عمري تمرنت في حياتي، والمشي 5 دقائق يقتلني. والله مشيت هناك يمكن حول ساعتين ولا حسيت بيها. حتى كذا وانا ماشي في منهاتن كذا اطالع الاقي بنك. انا ما فتحت حساب بنكي في امريكا يا شيخ. يلا خلينا نخش البنك ونفتح حساب وحط $100 فقراوي كلب. انا هذا كل اللي عندي كان وقتها. لا استغفر الله، كان عندي كذا مبلغ بسيط يعني كاش، بس انه كان لازم تحط $100 عشان تفتح حساب. المهم وخرجت من البنك ورحت كملت لازم محطة قطار ثاني عشان توصل المنطقة ذيك، ورحت وسحبت ورقي وكل شيء واموري تمام الحمد لله. ورجعت بتاكسي. ما لا تحسبوني حرجع اسوي الفيلم ذا كله ثاني، لا والله مع نفسكم. بس اخذ مبلغ وقدره استغفر الله العظيم 100 وحاجة دولار. وابغى احكيكم يا جماعه عن المطاعم في امريكا. انا لما اصحابي في السعوديه لما كنت دوبي تخرجت ثانوي وعرف اني حروح امريكا، كانوا يقولوا لي يا خالد انت مو بس حتجينا دبل كاليد، حتجينا 4 أضعاف كذا، حتصير بالون. اذا انت رايح الدوله اللي حرفيا اساسها المطاعم منها جت ماكدونالدز وكنتاكي والكلام ده. اصحابي ايام مدرسه الصراحه الله يذكرهم بالخير كانوا دائما يحاولوا يحفزوني اني انحف ويا نعمل الاصدقاء. يعني كانوا دائما يحفزوني ويقولوا لي كلام زي يا دبة سمينة بريالين، ولو طحت من الكرسي المدرسة كلها حتروح وتموت، كذا كلام تحفيز يحاولوا يخلوني ان انا يعني انحف وزي كذا. لكن ما صار اللي قالوا عليه، صار العكس. انا رحت امريكا نحفت يا جماعة، لانه مطاعمهم والله ما امزح معاكم، هنا في السعودية مطاعم احسن بمليون مرة. هناك ماكدونالدز حقهم اوكي، بس يمكن اقدر اقول البيج ماك لحم حقهم زيه نفس الطعم تقريبا يعني. لكن اي شيء ثاني الله يكرم النعمه، الله يكرم النعمه. وكنتاكي كنتاكي والله لما تدخلوا كنتاكي هناك في امريكا يا جماعه كانكم داخلين حمام عام. وحتى الاكل حقهم استغفر الله، الدجاج حقهم كان الله يكرم النعمة، بس الله يكرم النعمة. لكن كان في مطعم مكسيكي قسم بالله يمكن من ارهب المطاعم اللي دقتها في حياتي. ولا انا مو قصدي شيبوتلي ذا كيس، سيبوكم منه. في مطعم تاني اعتقد بس في فرع في نيويورك اسمه موز ساوث ويست جريل، هذا مستحيل انساه طول حياتي. عندهم جبنة كيسو كذا
اللي زي الصوص جبنه يعني. شوف يا ابو طلال، شوف كسر كبير، بوريتو، شيبس، علاوي، تشولي. حتى كل ما تدخل مطعم كان الموظفين يقعدوا يقولوا ويلكم تو، والله ما امزح، كان كذا يقولوها، مو بستهبل ولا بسوي بستظرف ولا اسوي ضريح، فكان حرفيا يقولوها زي كذا. تدخل من الباب ويلكم تو، كل ما تدخل تفكها يا عم ايش الهبل ده. ولقينا كمان مطعم هندي كان رهيب هناك اسمه ديوان. مطعم ديوان يا جماعة كان عبارة عن انك تدفع اعتقد حول 11 الى 13 دولار، بوفيه مفتوح كل لين ما انت تقول خلاص انا ماني قادر. كان رهيب صح. وفي مرة رحنا انا واختي هناك، كنا يعني لنا فترة بناكل منه وزي كذا، فيوم رحنا انا واختي قلت لها يلا امشي خلينا نروح نجيب من ديوان، زمان عنه كذا لنا فترة ما رحنا. لما وصلنا عند المطعم قالت لي خالد انا طفشت من الدجاج، كل شوية اسألهم لو عندهم لحم بقر بالله. وانا كذا طالع فيها اوكي يلا. دخلت المطعم قلت طلبي بتر تشيكن سبايسي موت. قمت سألته قلت له هل عندكم صنف فيه له لحم بقر؟ الرجال طالع فيه كذا قال لي نو سير نو وي دونت هاف. وانا قلت طيب اوكي. طلعت لاختي قلت لها لا ما عندهم. قالت خلاص طيب جيب لي بتر تشيكن. خلاص وجبت بتر تشيكن ورجعنا واكلنا. وبعد اسبوعين استوعبت الغباء اللي انا سويته. اذا ما حد فيكم لاحظ يا جماعه، انتوا عارفين انه الهنود استغفر الله الله يهديهم بشكل عام بيعبدوا البقر، فانهم يطبخوا بقر هذا يعتبر حرام عندهم يعني. فانك تدخل عند الناس دي وتسالهم هل عندكم صنف فيه لحم بقر، استغفر الله العظيم يا اخي، هم الله يهديهم كمان ما ادري، بس انه خلاص هذه ثقافتهم ايش نسوي. كاني دخلت قلت لهم لو سمحتوا عندكم صرف ذبحين فيه الهكم اللي بتعبدوه، استغفر الله العظيم استغفر الله ربي سامحني. الوضع كان زفت. وانا بعد اسبوعين المشكله قاعد العب كود بلاك اوبس 6 كان وقتها كان بلاك اوبس 3 وقتها، قاعد العب كذا ومبسوط. فجاه والله في نص اللعبه استوعبت الخباء اللي سويته على طول كذا. دخلت على اختي اللي استغربت قالت ايش في يعني ايش بك فجاه كذا. قلت لها اقول لهم لحم بقر تستهبل انت؟ وحتى هي مستغربت قالت لي يا ابني الموضوع من اسبوعين. ولما حكيت لها هنا استوعبت قالت ايوه صح معليش ومره في رحنا انا واختي، يا اخي اختي استغفر الله العظيم، رحنا مره تشيز كيك فاكتوري هناك. وقعدنا وقاعدين خلاص انا واختي قاعدين طلبنا وسولف ونهرج. ما ادري ليه الموضوع تحول الى ارهاب. وقتها يمكن صار حدث ما فانفتح الموضوع. وانا الله يهديني اعتقد اختي سالتني هم ايش يسووا ولا ايش كيف طريقتهم ولا شيء. قلت لهم ما يدخلوا بنايه ويفتحوا سويت زي كذا سويت كذا يفتحوا ما ادري الجاكيت حقهم وفي قناه بصوت واطي طبعا، بس لما قلت انهم يفتحوا الجاكيت ويقولوا الله اكبر قلتها بصوت عالي شويه. لما فتحت الجاكيت كذا قلت الله اكبر. اطالع في الطاوله اللي جنبي كان في حرمتين قاعدين حرفيا كذا، والله المنظر ما انسى. كانوا كذا مدين ظهرهم وكانوا بيطالعوا كذا. انا سكت قلت يا الله كل شوي تنكبين يا خلاص. حتخلي اوباما نفسه، اعتقد وقتها كان اوباما، حتخلي اوباما يجي ياخذني بنقفايا. فخلصنا وكذا واستقرينا في امريكا انا واختي وبدينا جامعه وخلاص الامور تمام. وانا قابلت شباب يعني عرب صراحه الله يسعدهم، هونوا علي القعده هناك. قابلتهم في المعهد اللي اخذته علشان الجليتش، يعني هم كمان كانوا بيسووا نفس الجليتش حقي. خلصنا المعهد سوا وتخرجنا ودخلنا في نفس الجامعه. هم عندهم لما تخلص المعهد تقدر تخش الجامعة على طول. وانا هنا اخترت تخصص الكمبيوتر ساينس. وكان في عندي كلاس اللي كان اسمه السياسة، يعلموك عن السياسة، لازم تاخده هذا اجباري. وكان المدرس حقه كان دكتور فلسطيني صراحة الله يسعده، ما قصر معانا. احنا العرب يعني جابها العرب زبطنا على طول. ما ادانا اي بلس، ما زبطنا اي بلس، يعني ادانا بي بلس، واحنا كان المفروض ناخذ اف. لكن كلاس السياسة ده يا جماعة كان يجي الساعة 5 في المساء، 5 المساء. وقبلها ما عندي كلاس، الكلاس حقي اللي قبله يخلص الساعة 11 الصباح، فأنا عندي من الساعة 11 الصباح لين 5 المساء فاضي ما عندي شيء. أنا وواحد صاحبي كمان، فكنا نقعد نستنى، وهو كمان نفس الوضع كان عنده كلاس ثاني يخلص الساعة 11 الصباح، وأنا هو نقعد نستنى من ذاك الوقت كله، نروح نتغدى ونصرف نفسنا بأي حاجة عشان ما كان عندنا سيارات، فلازم نستنى في الجامعة قبل ما يجي لين الساعة 5. وبعدين تيجي الساعة 5 ونروح الكلاس نلاقي ورقة ملصوقة في الكلاس اتكنسل. ماي بوي
مو كذا، عادة في الجامعة يرسلوا ايميل انه اليوم ما في كلاس يا جماعة لا حد يحضر. هذا لا، الوحيد اللي كان اولد سكول كان يلصق ورقة في الباب. يا اخي استغفر الله، صارت فيني يمكن 3 مرات ولا شيء، لين ما طفشت قلت لا خلاص ما ينفع، لازم سيارة، ما ينفع كل شوية لما تقضيها تكاسي، ترى صرفيات هذه تعتبر غالي التاكسي هناك. فانا قعدت ادور على سيارة عشان انا واختي يعني، طحت ما ادري كيف دورت في جوجل وطلع لي سيارة اسمها زحل، حرفيا كذا اسمها ساترن اورا. والله سيارة وقفت تصنيعها من زمان، لكن انا لقيت واحدة مستعملة كان استعمالها نظيف مرة. قالوا لي هذا اصلا لما رحت المعرض قالوا لي انت كيف لقيتها هذه؟ لسه دوبنا حاطينها في الموقع ونظيفة وما ادري. الحمد لله توفيق ربنا العالمين لقيتها، وفعلا كانت زي اللوز نظيفة. قعدنا بيها 2 كاملة. لكن انا يا جماعة للاسف انا باد بوي، كنت بسوق السيارة وما عندي رخصة هناك. ففي مرة يا ساتر، مرة كذا كنت اخذت السيارة، انا اعتقد كان ويكند، رحت عند اصحابي كانوا متجمعين في بيت واحد من الشباب، كان بعيد مرة عني، فرحت عندهم وتكينا وفلينا وكل شيء. وانا راجع اللمبة اللي قدام انحرقت علي، فلما انحرقت علي وانا ماشي طول الوقت والدنيا عادي كذا خلاص، وانا عندي الشارع اللي عند بيتنا، بيته بعيد مشوار يمكن حق 40 دقيقة، وانا عندي الشارع اللي عند بيتنا، فجأة شرطي يجي ورايا ومولع لمبات بس مو مطلع صوت. فانا ما ادري، قلت يمكن بس بيعدي ولا حاجة، فقعدت ماشي كذا وصافه ما بوقف له يعني، واللي تعرفوا لا لاصق ورايا لاصق. انا طالع اقول ايش بذا يا عمي، يبغى يوقفني ولا ايش؟ فكذا قاعد ماشي وانا على مهلي مستغرب، استناه يقول حاجه، يقول لي وقف ولا شيء. لين ما طولت شويه شافني كذا مطول ما وقف، لين ما طلع قال وقف خلاص تجنب اروح على جنب. وحرفيا وقفت، لفيت يسار كذا، انا ماشي في الشارع يعني، هي كذا نزله المنطقه اللي احنا فيها، بعدين لف يسار على المبنى اللي احنا ساكنين فيه انا واختي. فانا حرفيا موقف، الشرطي وقفني قدام بيتي بعد ما ضربت مشوار 40 دقيقه يا ام القهر. فالشرطي طلع كذا من سيارته وجاء عندي قال لي جود ايفنينج سير، وانا من التوتر كذا سود ايفنينج كذا طلعت معايا كلام قسم باحراج، وقاعد يقول لي ايش بك ما وقفت، انا من اول قاعد امشي وراك ليه ما وقفت على طول. وانا قلت له، حاولت اصرف الموضوع وقال لك يعني اهون الموضوع، اقول له حسبتك بتدور لي الشارع عشان ضلمه، عشان تحميني انا المواطن، انا مش مواطن ديم، تحميني انا الزائر الدار، ما اعرف ايش اسمي نفسي، انا كلب، تحمي واحد كلب زيي. عموما قال لي يلا لا يكثر، بس طلع الاستماره والرخصه. طلعت له الاستماره تبعت السياره، ولكن رخصه ما عنديش. طالع فيه كذا اداني نظره قال ما في رخصه. طيب خليك في السياره، بليز ستي ان يور كار سير. راح لسيارته، انا قلت يلا مسكت كذا قاعد ادور على صابون في السياره، احاول ادرب نفسي اني ما اطيح الصابون، عارف اللي خلاص الوضع في خطر. فطول في سيارته مره، وانا طول الوقت خلاص يعني ايش كل ذا قاعد يصير سيناريوهات في راسي، انا حروح في داهيه، انا حنسجن، انا حيودوني الالكتراز ويقصوني نصين. فجاء لين عندي ووداني الاستماره حقتي وكتب لي مخالفه، يعني انه انت تقول لي ان انا وقفتك اولا علشان اللمبه حقتك محروقه قدام، وثانيا علشان ما عندك رخصه، فعندك التاريخ ذا لازم تروح المحكمة. فأنا قلت يا ساتر محكمة ليش في يا عمي، صدق على النبي ترى الوضع مو مرة سيريس كذا. وداني المخالفة وقال لي روح المحكمة في هذا التاريخ اللي كتبت لك هو. فجاء التاريخ ذا ورحت وقاعد في المحكمة مع كذا جماعة ناس كلهم مخالفين من المتضح، يعني ما شاء الله هناك ما يقصروا، على طول أي غلط يوقفوك على طول. فقاعد في الانتظار كذا، غرفة الانتظار مع الناس كلهم، واللي يضحكني إنهم حاطين شاشة في غرفة الانتظار يجيبوا الكاميرات اللي في الشارع والحوادث اللي صارت، وكل شوي كذا يصير حادث، واحد مسرع يصقع يشيل واحد معاه، وكل المنتظرين فجأة تلاقيهم كلهم اوه الموضوع صار رياكشنات، عارف ما ادري. حتى افتكر كان في حادث سيارة فيديكس، عندهم شاحنة الكبيرة هذه كانت بتطلع بلافة يمين من عند إشارة، وواحد مسرع جاء من تحت التريلا، المكان اللي يحطوا فيه أغراضهم، جاء كذا من تحته. هنا كلنا قلنا فواحد جاء دخل نادى على 3 أسماء، أنا واحد منهم، فلان وكالين ماري كامير، وندخل عند القاضي، أو كانت حرمة قاضية، ضربة القاضي ما أعرف صراحة مش مهم. فتوقف الأول تقول له أعتقد كانت حرمة، تقول لها أنت هنا علشان سويتي المخالفة كذا كذا كذا، Are you guilty؟ وعلى حسب إنجليزية فهمت لي يعني هل أنت تحس بتأنيب الضمير؟ قالت yes I am guilty. فقالت خلاص تمام، ادفع المبلغ ذا عند الكاشير والسلام عليكم. جاء الثاني واحد مفهي قسم بالله كذا، تحس تشوف كذا
قام راح عندها كذا قالت له فلان فلان يس انت عندك مخالفة 1 و2 و3، هل انت قلتي؟ نو اي ام نوت. انا كذا فرصات طلعت فيه اللي حتى هي كذا كانت منزله راسها القاضية كذا طالع فيه يور نوت قلتي، اللي بتقول له راجع نفسك متأكد ترى حنخش في فيلم لو قلت ما انت قلتي ومو معك محامي حتخش حبس في الاغلب 99%. فهو كذا نو يس ام قلتي. وقالت له خلاص تمام ايوه انتبه اروح ادفع مدري عند الكاشير واروح. وجاء دوري وانا قلت وكلهم يعني كانوا مثلا اشياء والله نسيت شيء بس انه اشياء بسيطه، وانا كان في بالي انه ما عندي رخصه وقاعد اسوق. هذه استغفر الله من الكبائر في امريكا اللي يا ويلك. هذا اللي كان في فيلم اللي في راسي. فقاعد تقول انت يعني كاليد ماده انت جت قالت لي كاليد ماده انت عندك لمبه محروقه وكمان ما عندك رخصه. قالت لي ار يو جيلتي؟ قلت لها يس انا حاسس بتأنيب الضمير ام فيري. قالت اوكي روح ادفع $30 على اللمبه و$30 على الرخصه. انا وات بس كذا ولا في اي حاجه ثانيه؟ اعتقد حتى استغربت سؤالتها قلت لها ذاتس ات؟ قالت في طلعت فيه قالت ذاتس ات جو باي ذا كاشير. روح ادفع عند الكاشير. ورحت ودفعت $60 والسلام عليكم طلعت. والسيناريوهات اللي في بالي تقول لي حتيجي تقول لك انت ما عندك رخصه فاحبسوه اعدام على طول قصوا راسه. هذا اللي في راسي قسم بالله يا لهوي. في الاخير طلع $30 يا عمي خلاص روح. قعدت كملت سواقه ولا عندي رخصه ولا ابغى يكون عندي رخصه استغفر الله. وهنا ابغى احكي قصه قناتي الاولى يا جماعه. قلت لكم في الفيديو اللي فات انه انا كان عندي قناه قبل هذه في 2013 تقريبا اسمها خالد يونيك جيمز. شكرا يا جواد شكرا. مع النقله وكذا سحبت عليها حول سنه يمكن. فبعدين لما استقريت وصار الامور تمام دعست فيها. كان يمكن عندي 100 مشترك ودعست. كنت انزل فيديوهين كل يوم من الفضاء اللي انا فيها كنت فاضي. فيديوهين كل يوم، فيديو فيفا فيديو لعبه عشوائيه. فخلال شهر ويمكن شهرين تقريبا شهر ونص ولا حاجه من 100 مشترك الى 5000. الصعود وقتها كان زي اللوز مو زي دحين مره صعب يا عمي. لازم تسوي شورت لازم تسوي مدري ايه لازم ابصر ايه وكمان لازم تحط صوره وتايتل. لازم اسوي كليك بيت. حسوي لكم كليك بيت في الفيديو ذا لا تخافوا. اول يا عمي نزل كثير وما عليك روح والناس حتجيك. فهذا قعدت اسويه كان في اخر ترم لي في الجامعه. خلاص اخر ترم كانت نفسيتي مره مضروبه وانا ما ادري دعست في القناه على اساس اني ابغى اشغل نفسي في حاجه علشان يعني خلاص ما يعني الحاله الذهنيه كانت مره مش تمام ذاك الوقت. فقلت ابغى اشغل نفسي بحاجه. فقعدت اشتغل على القناه وكذا وصار الامور في تصاعد. فقعدت اشتغل على القناه وصار وضعها تمام. وحتى الشباب صاروا يجوني يا خالد شايفين قناتك قاعد تطلع انتبه من الحسد انتبه من العين انتبه لاحد يجي يختالك ولا يقتلك يطعنك في الشارع. طلعوا سيناريوهات قسم بالله قاعد يخوفوا فيا كذا اللي صرت متشائم من القناه عارف. بس قاعد اكمل. وجاء وقت اخر ترم كان في لازم اخذ لغه اي لغه يا ياباني او اسباني او كان في عربي. كنت ابغى اسوقها لكن الملحقيه تقول لك لا سري ما حندفع لك على كلاس عربي ولا كان اسهل A+ في حياتي يعني عارف. تخيل ادخل عربي واخذ C+ ولا حاجه ام الفشيله يا شيخ ففي الترم ذا ما كان في اي كلاس مع اي احد من اصحابي. فكان الوضع بالنسبه لي كذا اللي تو ماتش خلاص ما ابغى احد معايا وكذا عارفين يعني. كنت صغير زمان الكلام ذا زمان. ففي البدايه دخلت كلاس اسباني عشان بس اكون مع واحد صاحبي ولا انا ما ابغى اسباني ولا يهمني الاسباني تماما. الا فجاه ادخل الكلاس لاقي واحده صوتها عالي مزعج كومو استاس بوتا ما ادري كذا كلام يا اخي ازعجتني قسم بالله. قلت لا يا عمي ما ابغى اسباني مزعجه دي. رحت حولت للياباني. يقول لك خلاص انا ويب اتفرج انمي وكذا يلا وقتها ذاك الوقت يعني خليني ادخل ياباني على الاقل. واحده هاديه يابانيه كذا تعرف اليابانيين هادين. قلت لا كذا كويس الحمد لله. واغلب الكلاس معاي صينيين هم كانوا سايقين فكذا لما قلت لكم ابغى اسوق اخش عربي هم سايقين داخلين ياباني يبغوا A+ سهل. في الكلاس الياباني ذا قعدت ماشي فيه تمام وكنت احل واتعلم الحروف واكتب وضعي تمام. والاختبارات كلها اجيب مثلا يا 9 من 10 يا 10 من 10 الا فجأة في اخر الترم الاقي اخذت C+. والله كذا انصدمت. فقلت حاحذف القناه كلها من القناه سالتها ليه هو C+ انا كله تمام ما ادري. طلع في الغياب غبت 6 مرات وكان اقصى حد 6 مرات يعني حرفيا لو غبت مره واحده زياده كان ريسبت. عندها الحضور اهم من انك تفهم
او انك تطلع باللغه على الاقل، اهم شيء تحضر. كان تخلف قسم بالله، بس يعني خلاص اخذنا سي بلس والحمد لله مشينا يعني. وذاك الترم كمان اللي طفرت فيه كنت مره جتني طفره بنت 60 لذينه، ما ادري ليه الميزانيه ذاك الشهر كان مره تعبان، اللي حرفيا ما بيجي في حسابي اللي يمكن $20، ولسه كان باقي على الشهر مره كثير، لدرجه انه حتى انا وصاحبي صرنا بنروح ندور على عروض في ماكدونالدز، 2 تشيز برجر $1.50، او نروح سوبر ماركت نلاقي كيس عيش $1.38. هو يقول لي لا في كيس عيش ثاني $1.36، هذا احسن، ونجيب مدري ونسوينا وجبه قسم بالله وجبه الفقراء. فانا قلت يا ليله الطفره حقفل القناه، ما ابغى القناه خلاص قفلها. هنا من جد خلاص قفلت القناه يا جماعه. ما ادري كانت نفسيتي زفت، والناس قاعدوا يقولوا لي انتبه من العين، انتبه من الحسد، انتبه من حصن نفسك دائما عندنا، تبي لا حد يطعنك. ما ادري انت مشهور مره تبي 5000 متابع، ترى هذا كثير. حسسوني مايكل جاكسون يعني، استغفر الله ايش في. وغير كذا كنت وقتها طفشان من فيفا، والمشاهدات ما كانت تيجي الا على فيفا، وكنت ابغى اوقفها زي كذا. فاكثر من كلام، اكثر من حاجه كذا تراكمت علي، ولسبب ما اعرف ليه الله يهديني ما حذفت القناه. لو خليتها كانت على الاقل، لو سبتها مرميه كذا ميته زي اول كان احسن. ما ادري ليه حذفتها، كان نفسي صراحه نفسي اشوف الفيديوهات اللي كنت اسويها زمان، لكن خلاص راحت للابد للاسف. حذفت القناه، بعت العده حقتي حقت يوتيوب، الكاميرا والميكروفون وكل حاجه بعتها. رحت بون شوب، ما ادري تعرفوا البون شوب، هذا عباره عن محل يشتري منك اي شيء حرفيا، لكن برخص التراب تقريبا، عشان في الاخير هو يبيع ويكسب. يعني انت لما بتروح بون شوب، انت ما انت رايح عشان تعرف عنده حاجه معينه، انت بتروح عشان تشوف ايش عنده. يمكن عنده شيء رهيب وبسعر خرافي، عنده اشياء مستعمله كذا. فرحت بعت العده حقتي في يوتيوب، وطلعت لي كم من قرش حلو كذا يعني، ومشاني باقي الشهر الحمد لله. وبس بعد ما خلصت اخر ترم لي، كان حرفيا اخر ترم بثاني سنه لي في امريكا. هنا خلاص اختي خلصت الماجستير، وما ادري قعدت افكر، قلت يا عمي اللي اكمل لحالي، اقعد لحالي خاص في امريكا واكمل باقي السنتين. اختي قالت لي أسري أنت وضعك مرة سيء، لا ما حتكمل تعال. كانت النفسية مرة سيئة ذاك الوقت، فحتى أمي قالت لي خلاص يا عمي أرجع. خلاص رجعت والحمد لله كملت في جدة، والحمد لله جتني وظيفة، ولا احتاج يا أمي شهادة من أمريكا، وقال لك يعني شهادة في السعودية ما حجيب لك حق. لا الحمد لله جابت لي، وعندي وظيفة وراتب كويس الحمد لله. لكن كانت تجربة جميلة الصراحة، لو أرجع بالزمن أكيد حقول حسويها تاني، لأنه صراحة هذه التجربة علمتني كثير كيف أهتم بنفسي وأعتني بنفسي، وما أعتمد إلا على نفسي وزي كذا. فبس هذه كانت قصة أمريكا، إن شاء الله تكون عجبتكم. مع السلامة.